ازيكم؟ مكان مربوط في ذكرياتنا بشط وبحر وأجيال جواها عشق للمية الفيروزية. مطروح يا مطروح في أقصى شمال غرب مصر، أجمل مدينة جوك يرد الروح، شطك بينادينا مطروح يا مطروح. واحدة من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة وأهم المصايف في مصر. هي مش بس بحر نظيف ورملة ناعمة، لكن فيها أماكن ترفيهية وأثرية وأسواق فيها كنوز حقيقية. النهاردة هناخدكم في جولة سريعة جوه المحافظة العريقة والجميلة مرسى مطروح. من أول ما بتوصل مطروح بتشم ريحة اليود ومنظر البحر فيها قادر يمحي همومك. زي ما انت شايف الجمال اللي قدامنا ده شاطئ العوام اللي قصاده على طول شعار محافظة مرسى مطروح. هنسيب البحر شوية وتعالى نتمشى في شوارع مرسى مطروح. تعالى ندخل شارع اسكندرية اللي عبارة عن سوق متكامل، أكل وشرب وهدوم وهدايا، كل اللي بتفكر فيه هتلاقيه. ومنه ندخل على شارع علم الروم اللي هتشوف فيه أغلب محلات البراندات، واللي كمان جواه مقلة النصر أشهر لب أبيض في مصر. ونصيحة، لو حابب تروح تشتري من هناك روح في البدري، علشان لو رحت متأخر هتلاقي هناك الطوابير قافلة الشارع حرفياً. لو حبيت تخرج بالليل في جو مطروح روح سوق ليبيا، المكان اللي تقدر تشتري منه أحسن التوابل وأجود الزيوت وأحلى زيتون. بس نصيحة، لف جوه السوق شوية عشان تجيب سعر كويس، واعمل حسابك إنك تفاصل كمان. مطروح مش بس بحر وشواطئ، دي فيها معالم كتير، زي المكتبة العامة اللي قدامنا دي اللي جواها متحف مطروح، واللي جواها تلاقي بعض الآثار الفرعونية اللي لقوها في حمام كليوباترا، وكمان مساجد مشهورة جدا زي التنعيم والعوام. أما اللي قدامنا دي هي كنيسة العذراء اللي في شارع البنوك. سيبك بقى من كل ده، تعالى هناخدك بالتاريخ لزمن تاني خالص، أيام الحرب العالمية التانية. هندخل كهف ومتحف رومل. من هنا بننزل الكهف، هنا هتلاقي الزي الرسمي لأوروين رومل ثعلب الصحراء، وكمان خوذته وبعض الملفات الخاصة بالحرب. دي خريطة العالمين أيام الحرب العالمية التانية. لو لفيت ظهرك هتلاقي مربع إزاز صغير جواه بعض الأسلحة اللي استخدمت في الوقت ده. الكهف مش كبير، بس دخوله هيعيشك الحرب العالمية التانية فعلا. لو فعلا بقى نويت تروح مطروح، تعال أقولك على أشهر المطاعم لأحلى أكلات مصري وبدوي، حلو وحادق غالي ومعقول. هاخدكم معايا
أول مكان كلت فيه في مطروح، مطعم كوكو العربي. أنا مش هتكلم كتير، تعالوا نسمع حكايته من واحد من الشباب اللي شغالين هناك. كوكو العربي بدأ 1990 إلى وقتنا هذا. صح، الحاج علي أبو زيد. الحاج علي أبو زيد. علي ابو زيد. اللي بتطلب كتير عندنا مثلا عندك فراخ بلدي، عندنا لحمة ضاني، اللحمة بتاعتنا برقي مزارعنا احنا، اللي هو ايه، أول تجيبه صغير بتربيه عندك يكبر يوصل لمرحلة الذبح يتذبح ينزل ضاني كل ده موجود عندنا. المزارع كنتوا مش ما بتجيبوش حاجه من بره؟ طيب. عندنا فراخ طبعا بيضة محمرة بالزيت، لحمة فراخ بيضة وفراخ بلدي، في حمام بيخلص بدري، رز احمر، مكرونه سباكيتي، كسكسي بالخضار، كل ده موجود. انا عارف ان في فرع تاني لكوكو العربي. بص هو يعني احنا لو هو مين اللي فكر ده صاحب المطعم، اللي هو الحاج علي. احنا ماشيين ورا هو الراجل دماغه دماغ شغل ما شاء الله عليه. ما شاء الله. ربنا يسلمك. يا رب. تمام. احنا هنا بنعمل اللي هو الاكل البدوي البدوي. ففي ناس بتطلب بقى مننا المشويات المندي كده، فقلنا ايه بقى نعمل فرع تاني. نعم. ده مطعم كوكو العربي القديم، وعندنا الفرع الثاني افتتحناه في 2010 اللي هو مشويات مندي ماشي غربي شرقي كل حاجه. طيب كوكو العربي قريه جديده كمان. ما انا لسه كنت اقول لك كوكو العربي في قريه فتحنا قريه جديده في الساحل. لا القريه دي في بعد الاندلسيه ب 2 كيلو. بعد الاندلسيه ب 2 كيلو. 2 كيلو دي بقى فيها يعتبر كل حاجه، فيها دي بقى تجمع بين الاثنين هنا وهنا واللي هناك. زائد بقى نشاطات كتير، العاب اطفال بقى، سفاري، كل حاجه تلاقيها موجوده. اللي بيدير في كل الاماكن الحاج علي. الاماكن دي كلها. تسلم لي يا رب، شكرا ليك حبيبي. انت دقت برضه قول رايك في الفيديو. انت اللي اكلت وانت اللي تقول رايك وقول رايك. اكيد انا هقول من غير ما تقول حبيبي. شكرا ليك. رأيي إنه الأكل كان فعلا حلو قوي، وتجربة مختلفة لأكل بدوي نضيف وعلى قد الإيد. أما بقى لو نفسك في أكلة سمك حلوة، روح عند مجدي وإخواته، يمكن غالي حبتين بس أطعم سمك وأنضف أكل، وبرضه اعمل حسابك في الوقت علشان الزحمة. كمان من المطاعم المشهورة هناك مطعم كمونة، واحد من أكبر المطاعم اللي هناك، هتلاقيه في شارع التحرير متفرع من شارع اسكندرية. المطعم عبارة عن 4 أدوار، صالات مفتوحة زي اللي في القاهرة، وقعدات بدوي. هتبسطك قوي القعدات البدوي اللي فيه. لحد هنا وتعالوا نقفل الحلقة، كفاية عليكم كده عشان ما تزهقوش مني. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير، واعمل سبسكرايب للقناة، وقول لي نعمل جزء تاني مع بعض لأجمل شواطئ مطروح ولا كفاية لحد كده. استنونا في حلقة جديدة من رحلات مصرية.